الثانية. الوداد انتصار خامس على التوالي، ما تحققش الموسم اللي فات، ما تحققش هذا العام هذا. انتصار 15 نقطة متتالية خلت الفريق انه يرفع رصيده 39 نقطة في الرتبة الثانية. الفوز كان على حساب شباب محمدية، فريق اللي عنده 4 ديال النقاط. كان متوقع، الحصة كانت 5 ديال الاهداف، مايلولا الرايحي وليد ساني ضد المرمى ديالو، جوج ديال اللاعبين اللي جداد في الميركاتو دخلوا في الدقائق الاخيرة وماركاو، سامويل اوبينغ وميكايل مالسا. واش الحصه فتح كتعكس المردود على ارضيه الميدان ديال فريق الوداد الرياضي مع المحمديه؟ لا لان الوقت اللي الوداد حيت الوقت اللي الوداد ولات رابحه ب2-0 شويه ولات بحال ولا قالوا صافي ربحنا، ولا سجلوا المحمديه اصابه جميله يوسف الدالوزي دائما داكشي الكبير ماشي ماركيو، ملي كيماركيو تيماركيو اهداف. الاسبوع اللي فات فوتات على السوالم، والسيمانه دالوزي على بنفس الطريقه، لا من بعد ديتير من بعد اصابه جميله، وجاتهم كره اخرى ضربت في لاترونجر، ضربت البوطو. لو غارديان ديال الوداد كان خارج بزاف، لا في الاصابه اللي تسجلت عليه، ولا الكره الثانيه اللي طاطمت بالعريضه. كان الاصابه تسجلت ضروري ملي كيكون من بعد خص الحارس يكون تقدم واحد شويه، ما تكونش على لين. انا بالنسبه لي كان بزاف، ما عرفتش، يمكن نكون غلط. من بعد ومع لي شونجمون اللي داروا شفنا وداد واحده اخرى، وداد اللي اكتسحات، واللي تنظن غنكتشفوا جوج اللعابه هما الاخرين اللي قلتي، اللي سامويل اوبينغ لاتاكون الغاني اللي جا من غالي بريتي، واسميتو ميكايل مالسا اللي وستيران طاقات كبيره. شوف مالسا عنده سيفي كبير، فقط هو ما كانش لاعب بدايه الموسم. مالسا ملي كتشوف الفرق اللي لعب فيها، راه لعب في سوشو، لعب في انتويرب، لعب في الدوري اليوناني، لعب في فورتونا سيتار في الدوري الهولندي، لعب في الباسيتي، لعب في ميرانديس، لعب في ليفانتي بالدوري. قاسم باشا عنده 29 سنه. لا لعب ملي كنشوفوا داير غير الاصابه اللي غادي يسجل، كيفاش مشى، كيفاش خد الكره، وديك لا فورس ديالو وداكشي، لافون سونتر تا هو مزيان. على اي شفنا وداد في تقريبا ديك 20 مينوت الاخرى كتطمئن بعض الشيء، هذا هو الحق. برافو لنا هما المستفيدين من هذه الدوره، لان كيف قلتي نفردوا بالصف الثاني 5 انتصارات على التوالي. دابا المقابلات اللي جايين هما اللي مهمين. عندهم كاس الماتش الماجي اللي موراها النهضه بركه. تعود الماتشات اللي جايين هما اللي مهمين، الا بغاو يبقاو تقريبا ثلاثي او رباعي، لان الفتح نتكلموا عليها حتى هي قربات على الرتبه الثانيه. غيكونوا مواجهات مباشره. الوداد بقى تلعب مع الجيش، تلعب مع الزمامره، مع الجيش والزمامره غادي يدخلوهم، ومع الفتح حتى هما غيدخلوهم. هادو ثلاثه غيدخلوهم. سانو فونتاج بالنسبه للوداد. الخرجه اللي عنده واعره هي ديال بركان. اسمح نروح لي اول العنوان اللي تعطيه لهذه المباراه ولا قياس مع وجود الفريق. ما يمكنش فريق رغم الشجاعه ديال اللاعبين ديالو، برافو لهم كما قلتي. راه ماشي غير هاد جوج دورات اللي راه كيسجلوا شي اهداف جميله جدا. والله الا ما كان شي جائزه ديال احسن الجوائز ديال اجمل هدف نعطيها لهم، لان كيتقاتلوا غياب التجربه. شتي داك الهدف اللي جا وقيلا الثالث ولا الرابع وحده كانت ديزو خاضه لهم الهدف الخامس. والثاني قلت بان ما يمكنش تلوم هاد الوليدات هادو، لان برافو لهم، لان غير بانهم كيلعبوا وما كيقدوش اعتذار راه ديجا انجاز. يعني امام فريق اللي عنده ترسانه من اللاعبين الجاهزين، اللي انتدابات من كل حدب وصوب، وكان اخفاق في اختيارات في بدايه الموسم. الان تم التدرب ديالها مزيان. حنا مزيان البطوله تعطينا فريق الوداد وفريق الرجاء وفرق اخرى يعني قادر على التنافس. مزيان البطوله ان العوده ديال الوداد في التنافس، احتلال الرتبه الثانيه مزيان، شيء ايجابي. غير ما يمكنش مقابله ديال الشباب تكون مقياس نحكموا، ما يمكنش. ما عندكش كاين تكافؤ على مستوى الفرص، على مستوى الاستعدادات، على مستوى اللاعبين، على مستوى الامكانيات. يعني حديث ولا حرج. الفريق اللي كيقاوم ولكن اون فوا تيتلقى هدف جوج تحس بك كينهار فريق بطبيعه الحال. يعني الامانه سيدي عزيز، انا شفت المقابله كنظن بان حتى ملي كتشوف التركيبه البشريه
ولا حتى البنيه الجسمانيه ديال وي، اللاعبين ديال ممكنش. فريق شباب المحمديه مع البنيه الجسمانيه ديال لاعبي فريق الا الوداد. حيدتي عزيز النخلي لاتاكون اللي عنده الاكسبيريونس، شي الاخر الشيء الاخر كلشي كيبان لك بان يعني كتبان لك اللاعبين شباب لان كلهم مالغري تو سا يعني ما يعني انا كان جوتير لا ريفيرونس لهاد اللاعبين هذا والمدرب ديالهم الشاب على اساس انهم ما هبطوش يديهم مالغري ان الظروف اللي كيعيشوها ومالغري الوضعيه ديالهم يعني مازال كيبان لك بان لاعبين وداك من خلال الهدف اللي سجلوا فريق الشباب المحمديه. غير نقطه اللي مهمه بزاف يعني ملي كنلقاو فريق الوداد من لاطاك من الميليو تيران لاطاك كتبان لك فريق في لا ديفونس مازال ما كايناش ديك يعني ذاك الامان ما كاينش داك الامان كاين يعني كاينين ثغرات كاينين مشاكل. البارح اللي زاري لاترو بجوج كانوا مبدلين، شفنا زكريا ناسيك اللي خدا بلاصه بوشتا وفهد موفي اللي خدا بلاصه مفيد. غير بالنسبه اللي دالو لعبوا بالنسبه لزكريا ناسيك كنظن بان يعني لو بوست ديالو هو فين ايفولي في لا فورماسيون ديالو لا او نيفو ديال الرجاء حتى بالنسبه للاكاديمي عكس بوشتا سي لو جوور اللي كان كيلعب نورمالمون ثاني اتاكون في لو كولوار غوش دوبوي الديبار مي كيبان لك واحد ما كاينش واحد التوازن. نهار غادي يكون توازن بين الدفاع وبين وسط الميدان والهجوم يكون فريق الوداد يعني كنظن بان غادي يولي يسكن على الفراقي ودايور هذا الانتصار هذا كنظن بانه يعني مستحق ما غاديش نتكلموا يعني مستحق يعني كان انتصار عريض والامانه كنظن بان يعني فريق الوداد غادي في واحد الخطى اللي ثابته ويعني كيتثبتوا حتى اللاعبين والاستقطابات اللي دارت مؤخرا يعني بينات. غير هو كيف قلت سي روح لي من سابق الاوان ملي غادي نكون نشوفوا هاد لي زاتاكون او نيفو ديال بحال بركان بحال الفتح بحال الجيش هنا غادي نبداو نحكموا يعني نصدروا احكام في حقهم. والخطا اللي لا اعتقد بين اصدقائنا الوداديين اللي سقطوا فيه هو الحديث نحن نستعد لكاس العالم. لا استعداد لكاس العالم ولا المشاركه مجرد محطه في مسار ديال الفريق المتالق وعريق. احنا باغي الوداد تنافس على ترجع تنافس على عصبة الابطال. فصحيح بان المشاركه في كاس العالم مشاركه يعني عندها ابعاد وعندها تسويق اللي نتمنى ان الوداد والاداره ديال الوداد تكون في مستوى ديال التسويق ديال هذا الحدث. راه ما غتبقاش ديما تستافدوا منه صح. والتسويق ماشي نجلب مستشار غير للدوره، اما يدعم الفريق على الاقل كونترا ديال 3 سنوات 4 سنوات. الاهلي نموذج مثلا يعني مجسم ديال التيران اللي غادي تبنى ديال الاهلي يعني يكون واحد المشروع اللي مستقبلي صح نبنيو عليه. ماشي انا الرهن مصيري وانتداباتي وهم الاساسي لا كوب دي موند. لا كوب دي موند غادي يكون خطا 3 الماتشات ما حطاش غادي نسوق بهم للفرقات تستافد من نتمناو تكون اكثر من 3 ماتشات ولما لا. حنا عارفين بان لا لوجيك تقول بان صح فوالا برافو عليك راه عنده الحق 3 الماتشات نتمناو نكون حق اكثر. لا نتمناو ولكن مزيان انت ملي تكون كتحسب صح دير عاد 3. انا اللي كنتمنى ولكن افتح لنفرض هاد 3 نورمالمون هو الاستثمار في هذا. ايوا راه شنو بغيت نقولوا في الظرفيه هذه وفي هذا هو انا ما نربطش مصيري راه فقط غنشارك في كاس العالم. لا مزيان ترجع في البطوله مزيان تنافس مزيان ترجع تنافس على عصبة الابطال لان حنا هو الفرق اللي خصنا. راه الا بغيتي تعاود تشارك في لا كوب دي موند خاصك في هاد 4 سنين هذه تربح لقب ديال الشامبيونز ليغ يعني دائما خصك تنافس على لوبجيكتيف دابا خص يكون شامبيونز ليغ. عزيز انت على لوبجيكتيف سبورتيف. وي انا كنتكلم على لوبجيكتيف فينونسي راه متطابقان. لا اللي غيكون راه الامثله كثير انا نعطيك. راه لوبجيكتيف سبورتيف هو اللي وصل لك للكوب دي موند ووصل لك فريق الرجاء شارك في نسختين ديال كاس العالم اش استفد منه؟ ما استفدتش منه ما استغل هذا الاشكال. وراه دابا راك مشيتي معايا في الفكره اننا خاص هاد المشاركه نستثمروها بعقود طويله الامد. باش نقول له جي تعامل معايا في هاد الماتشات 3 والله يعاوني يعاونك. فالنقاش والحرفيه والكفاءه ديال المسير هو كيفاش غتجلب المستثمرين اللي يكونوا معاك في المشروع طويل الامد. راه عزيز قالها خصك تلعب ثاني في كاس العالم اللي غادي يكون مقبل ونتمنى يكون في المغرب. غيكون ان شاء الله في المغرب. وبالتالي قلت بان هنا القدره ديال المسير والاداره هي النقاش هي البحث عن المستثمرين عن شركاء دائمين تدبير هذه الفتره هذه بنجاح